توكيل جيتور قفل. ايوه، توكيل جيتور في قطر اتقفل رسمي عشان مفيش توافر لقطع الغيار ومفيش دعم كامل للعميل. تخيل تروح تعمل صيانه تلاقي التوكيل قافل. السؤال هنا، هل احنا في مصر مستعدين للمفاجاه دي؟ وممكن نشوف نفس السيناريو هنا. تعالوا نشوف مع بعض. النهارده السوق المصري مليان براندات صيني جديده، كل يوم بنسمع عن اسم جديد وموديلات جديده واسعار مختلفه عشان تناسب كل ميزانيه. والحقيقه العربيات دي بقت بتقدم تصميم جامد جدا، اداء محترم، اوبشنز كتيره، وبسعر منافس جدا بالمقارنه بالكوري والياباني والاوروبي. بس كل ده حلو لحد ما نوصل لنقطه المهمه. هل العربيات دي هتعرف تثبت نفسها في السوق مش بس كشكل وسعر؟ لا، انا بتكلم عن اهم حاجه بعد ما اشتري العربيه: خدمات ما بعد البيع وتوافر قطع الغيار. النهارده اي حد ممكن يشتري عربيه شكلها حلو وبسعر كويس، لكن اول ما يحصل عطل او تحتاج صيانه هنا بيبان الفرق الحقيقي بين براند قوي وبراند هيقفل ويختفي. وهو ده اللي حصل في قطر بالظبط. توكيلين كبار زي جيتور وشيري اتقفلوا بسبب شكاوي العملاء وعدم توافر قطع الغيار، والعقوبه زي ما انتم شايفين اغلاق كل لمده 30 يوم. السؤال بقى، هل ده ممكن يحصل عندنا في مصر؟ هل التوكيلات الجديده فعلا عندها خطه لدعم العميل، ولا هنستنى قطع الغيار بالشهور زي ما كنا بنسمع زمان؟ انا بجد عايز اسمع منكم. لو انت معاك عربيه صينيه دلوقتي شاركني تجربتك في الكومنتات. هل لقيت قطع الغيار بسهوله؟ هل اسعار الصيانه كانت منطقيه؟ وهل خدمه العملاء فعلا ساعدتك وحلوا مشكلتك بسرعه؟ رايكم هيبقى مهم جدا وهيساعد ناس كتير قبل ما تاخد قرار شراء عربيه صيني. انا شايف ان دخول البراندات الصينيه للسوق المصري حاجه ايجابيه جدا، تفتح منافسه وبتجبر الشركات التانيه تحسن اسعارها وخدماتها، لكن من غير دعم حقيقي للعميل وقطع غير متاحه بسهوله كل ده ملوش اي قيمه. قولي لي رأيكم في الكومنتات. هل البراندات الصينية في مصر هتعرف تثبت نفسها وتقدم خدمة محترمة، ولا هنشوف سيناريو قطر بيتكرر هنا؟ لو شايف ان الموضوع مهم شارك الفيديو مع اصحابك عشان يوصل لاكبر عدد من الناس ونوصل صوتنا للتوكيلات. سلام.